هل اداء العربيات المتربنه بيختلف في الصيف عن الشتاء ولا هو نفس الاداء؟ لا يا باشا، الاداء بيختلف، وطول بالك معايا شويه عشان تعرف الدنيا ماشيه ازاي. اولا الموتور ازاي بيولد الطاقه اللي بتمشي بيها العربيه بتروح سحب هواء من بره وتروح خلطاه بالبنزين ومولعه فيهم عشان تولد الطاقه اللي بتمشي فيها العربيه. وكل ما كان خليط الهواء والبنزين ده اكتر كل ما كان اداء العربيه افضل. ومن هنا جت فكره التربو اللي هو بيضخ هواء زياده جوه الموتور عشان يحسن اداء الموتور ويحسن اداء العربيه عموما. نيجي بقى للتركايه وهي الهواء اللي بيخش جوه الموتور. كل ما الهواء كان بارد كل ما نسبه الاكسجين فيه بقت اعلى، وكل ما الهواء كان سخن كل ما نسبه الاكسجين فيه بقت اقل. ولو جبت عيل صغير في ابتدائي وقلت له الاكسجين ده ايه لازمته هيقول لك ده اللي بيساعد على الاشتعال. فانت باشا بقى في عز الحر حاطط بنزين اي كلام ومشغل التكييف على الاخر وماشي بالعربيه بس مش لاقي منها اداء. ليه؟ عشان الهواء اللي داخل للعربيه او الهواء اللي بيضخه التربو للعربيه هواء اساسا سخن نسبه الاكسجين فيه قليله. وهنا الموتور بيقول لك يا باشا والله انا كان نفسي اخدمك وادي بس انا مش لاقي الاكسجين اللي يتم بيه عمليه الاحتراق عشان ادي معاك. فانت بقى تسكت؟ لا، ما انت برضو ما بتسكتش. هتقول له يا عم الموتور انت هتادي وتروح طرش برجليك دواسه البنزين على الاخر. فتلاقي الموتور ابتدى يسقف منك وابتدى يكركر منك. وفي مره هيحصل لك حاجه من الاثنين، يا التربو هيحصل له اوفر هيتد او التربو هيسخن بزياده فالتربو يروح مشيع، يا اما مع كتر الكركره والتسقيف البساتم هتتكسر والمكنه هتدشمل منك. فانت عشان تحافظ على عربيتك المتربنه او اللي عليها تربو في الصيف عندك 3 حاجات لازم تعملهم. اول حاجه صيانه دوره التبريد والميه. تاني حاجه ما تحطش بنزين اي كلام، على الاقل تحط بنزين 95 من بنزينه مضمونه. تالت حاجه الاهتمام بمواعيد غيارات الزيت، يعني لازم تغير الزيت المناسب لعربيتك اللي عليها تربو في ميعاده وتتابع منسوب نقص الزيت. مش تغير زيت وخلاص وتكبر دماغك، لا، عشان معظم العربيات اللي فيها تربو مكانها بياكل زيت او في نسبه تبخير الزيت بتبقى عاليه، فكل فتره والتانيه تكشف على مقاس الزيت والزيت الناقص تكمله. وحاول على قد ما تقدر تتجنب المشي بالعربيه في درجات الحراره العاليه قوي عشان تحافظ على موتور العربيه لاطول فتره ممكنه.